ضيفتنا الليلة في أول حلقاتنا هي بتعمل خير، بس ليه دايما حواليها مشاكل؟ هي بتساعد ناس كتير، بس ليه في ناس شايفاها بتأجر الحلقة؟ الليلة مفيش منطقة آمنة، أسئلة مباشرة وردود قدام الكاميرا من غير فلتر. هل هي مصدومة ولا الصورة اللي قدامنا مش كاملة؟ الحقيقة مش في التعليقات، الحقيقة في المواجهة. لو كنت مختلف معاها اسمعها الأول، ولو كنت مؤيد استحمل الأسئلة. الحقيقة ما بتخافش من المواجهة. معانا ومعاكم صاحبة قناة رورو للنقد. مين أكتر شخص خسرتيه بسبب السوشيال ميديا؟ خسرت رحاب بصراحة. خسرت رحاب اللي هي تربية صفية وسيد، أخت هند الله يرحمها، وأخت هاني، وأخت رانيا، وأخت نسمة. خسرت شخصية رحاب. على فكرة يا شيكو، الناس اللي تعرفني في اليوتيوب عارفة ان انا كنت حد مسالم قوي. لو كان فيك نزل شتمني كنت بقعد اعيط، ما بعرفش ارد. فخسرت رحاب، وحشتني كمان رحاب. ولعلمك خسرتها كمان. رورو مأثرة عليا في حياتي الطبيعية، فاهمني؟ لاني بقعد على اليوتيوب اوقات اكتر ما بقعد في بيتي. بقيت بتعامل مع ناس على اليوتيوب اكتر ما بتعامل على ارض الواقع. فانا ما خسرتش غير رحاب. اوقات كتيرة قوي بيبقى نفسي رحاب بتوحشني. لو رجع بيك الزمن تمسحي ايه من تاريخ قناتك؟ بص يا شيكو، لو رجع بيا الزمن امسح ايه من قناتي؟ همسح فيديو. كنت اول ما فتحت القناة ديت كان حمادة لسه تعبان. يعني كان حمادة بقى ابتدت تجيله نوبات الصرع كتيرة قوي. وكنت بشوف اللي خلاني افتح القناة ان كنت بشوف محتوى بتاع ناس اجانب بيعملوا فيديوهات عن نوبات الصرع توعية. فاول فيديو نزلته على القناة كان فيديو صرع، كان للتوعية. ما كانش بقى لا في دعم ولا في مشتركين كتير قوي، ولا كانت القناة متفعلة، ولا سوبر شات، فاهم انت؟ فاللي هو داخله بحماس بقى، اللي هو منه فيديو توعية ومنه القناة مصدر رزق. فكنت همسح الفيديو بتاع نوبات الصرع بتاع حمادة من القناة. لان احنا ما عندناش ثقافة ان حد يكون مريض مثلا وتعمل مثلا فيديوهات توعية عن نوع المرض. ناس بتتنمر، ناس بيفضلوا يقولك بتستغل مرض مش مرض. يعني انت بتشوف ناس اجانب مبسوطين قوي، وناس مستواهم عالي قوي. وعلى فكرة موضوع التوحد والصرع دوت بقى بيتعمل له فيديوهات من اخواتنا العرب، منتشر جدا جدا. فلو رجع بيا الزمن همسح فيديو بتاع نوبات الصرع.